الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، وبقدرته أبدعت الكائنات. الحمد لله والله أكبر، الله 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 أكبر. ما لاحت أمارات الفلاح على من قصد بيته الحرام. الله أكبر ما ساروا في البر والبحر تحرسهم عناية الملك العلام. الله أكبر ما فارقوا أموالهم وعيالهم لينالوا الرضوان الأكبر. الله أكبر ما جدوا في المسير حتى شاهدوا الكعبة البهية. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر. الله أكبر، الله أكبر ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر ما ابتهلوا فيه إلى الله جل وعلا وغفر لهم جميع السيئات. الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إمامنا في الحق وقدوتنا في العدل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيها الجمع الطيب، إنه يوم العيد، إنه يوم الحمد، إنه يوم التكبير، إنه يوم الأضحية، إنه يوم التضحية. في هذا اليوم العظيم دروس كثيرة، منها الإسلام والاستسلام الحقيقي لأمر الله تبارك وتعالى الذي جسد في شخص سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، حيث قال له جل وعلا: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وقال عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. تضرع إلى الله تبارك وتعالى عليه السلام قائلا: رب هب لي من الصالحين. فجاءت البشرى من قبل الله جل في علاه وبشرناه بغلام حليم، حيث أنه عليه السلام في ذلك الوقت كان لا عقب له، تضرع وتبتل إلى الله تبارك وتعالى قائلا: رب هب لي من الصالحين. فجاءته البشرى من قبل الله تبارك وتعالى فبشرناه بغلام حليم. لكن بعدما بلغ الغلام السعي وكبر، أوحى الله تبارك وتعالى إليه قائلا: إني أرى في المنام يا بني أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إنه الإسلام، إنه الاستسلام، إنه الانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، إنه الأدب مع الله جل في علاه، إنه الأدب مع الوالد، إنه الأدب مع الولد، إنه طريق الصالحين، إنه دأب الأنبياء، إنه طريق الموحدين، إنه طريق المخلصين، إنه طريق العاملين. لذلك جاء الفداء من قبل الله تبارك وتعالى. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انظر لفضل الله تبارك وتعالى، انظر لكرم الله تبارك وتعالى. وفديناه
بذبح عظيم. إنه الفضل من الله تبارك وتعالى، إنه العطاء من المولى جل في علاه بعد الإسلام الحقيقي، الاستسلام الحقيقي، الانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى. إنه النصر، إنه الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. كذلك نجزي المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس هذا فحسب، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة من قبل الله تبارك وتعالى جل في علاه. الله غني عنا وعن صلاتنا وعن زكاتنا وعن صيامنا وعن أضحيتنا، إنما البلاء من الله تبارك وتعالى، الاختبار، الابتلاء من الله تبارك وتعالى. كذلك نجزي المحسنين، سواء سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل أو غيره، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيها الأحبة، أيها الجمع الطيب، هذا يوم العيد، هذا يوم توصل فيه الأرحام، هذا يوم الصدقة، هذا يوم الأضحية، هذا يوم التضحية، هذا يوم العطاء، هذا يوم البذل مننا كعباد لله تبارك وتعالى. هذا اليوم يجب علينا جميعا أن نتواد فيه ونتحاب ونتواصل حتى يحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا يوم التوسعة، هذا يوم التوسعة على الأهل والأصدقاء والفقراء والمساكين. قال حبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. اللهم اجعلنا لك ذكارين، واجعلنا لك شكارين، واجعلنا إليك منيبين وعليك متوكلين وإليك رجاعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.